كسكسو بوتقبه ولا كسكسو متقوب. هذا الاسم هذا اول مره تنعرفو. هذه وحده من بين القصص اللي كانوا يعاودوا لينا والدينا، حتى هما ملي كان كيجيهم الناس وكنا حنا ما كنبغيوش الناس. باش تجي وتقول كسكسو جزائري راه خص يكون عندك الاثبات، والاثبات هو الارشيف ولا التاريخ. ما تقول ليش قالوا جدودنا وجدود جدودنا. الا جينا نتبعوا التاريخ وشكون هما جدودك حنا غنخرجوا في الفرنسيس. واليوم معنا الاستاذه نزار، السفيره ديال التراث الجزائري ديال كسكسو المتقوب. غادي تعاود لينا القصه ديال كسكسو وكيفاش حتى اكتشفوه العالم الاخر. كيفاش حكايته هي كاينه طفله صغيره في الجبل، اش حكاونا جدودنا. هي واش كانت دير في الجبل تما، واش عايشه في الجبل، تلعب بالتراب، تخدم بالتراب، تخدم ومن بعد جاها ابتكار. راحت للدار قالت لها يما عطيني سميد حبيت نخدم عفسه. عطات لها السميد وبدات تخدم. طلع البنات تاع بكري شاطرين يخدموا، تسمى الاهل يدخلوهم في يطيبوا يعجنوا، هما صغار يعجنوا. عطات لها بدات تطلع حتى طلعت طعام. كاين ثاني عندنا الطعام مثقوب، كيما طعام مثقوب كيفاش يتخدم باش الله يرحم والديك السي نزار، بغيناك تشرح لنا كيفاش يتقبوا الطعام، كيفاش الطعام متقوب. يكون كيفاش طعام مثقوب كيشخص بالرقموش مثقوب. هي كان بكري ما عندهمش الشيشه، ما عندهمش الناس، ما كاينش الشيشه مخصوصه، ما كانش. واش داروا؟ رفدوا الملح الخشين هذا والسكر الخشين، يرموا عليه الماء ويرموا عليه السميد، يقول لك يذوب، جامي يذوب باسكو خشين ما يذوبش. واش يديروا؟ كيبداو يفتلوا ويطلع طعام. هذاك السميد يطلع كيما نقولوا الملح هذاك والسكر يتربى يولي حبه كسكس، يولي يعني حبه طعام. يبداو يفوروه، سبحان الله كيفور يبدا هذاك الملح يذوب، يخرج من الحبه هذيك، يبدا يخرج كي يخرج يدير تقبه، سماوه طعام مثقوب.